السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلشي بخير وعلى خير، ونتمنى هذا الفيديو هذا ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم البنات ان شاء الله غادي نصايب معكم واحد الكيكه. الصراحه انا كنسميها كيكه ملكيه. كتجي واحد الكيكه معلكه من الداخل وزوينه بزاف بزاف. كيجي فيها واحد المذاق رائع، وفيها واحد المكونات اللي هي زوينه بزاف. كتجي متجانسه مع بعضياتها، وكتعطينا واحد الكيكه اللي رائعه اكثر من رائعه. صراحه هاد الكيكه هذه كناخذوها من محلات، من المحلات الكبرى. الصراحه بثمن كيكون طالع بزاف بزاف. وهذه البنات راها كتجي احسن كاع من ديال المحلات الكبرى. صراحه كتجي معلكه من الداخل كما كتشوفوا. وكيجي هانتوما البنات شوفوا كيفاش كتجي معلكه وفيها واحد اللون زوين بزاف بزاف. مهم البنات، كتجي كيكه كما قلت لكم اكثر رائعه. تولي معتمده عندكم ان شاء الله الا جربتوها. غادي نفوتوا دابا البنات المقادير والطريقه. نعطيكم بعض المقادير. هنا عندي البنات 180 غرام ديال الدقيق، يكون نوعيه جيده. دائما كنختاروا في الكيكه نوعيه جيده. عندي 200 غرام ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 100 غرام ديال اللوز اللي مسحته مزيان من الغبره وطحنته بالقشور ديالو. عندي هنايا 100 غرام ديال شوكولا غيش، اللي قررتها غير بالموس اولا تحكوها. عندي غادي نحتاجو فقط 4 ديال البيضات، 2 خمارات حمر، وحده فاني. وعندي هنايا 200 غرام ديال الزبده نوازيط، زبده حيوانيه تكون نوعيه جيده. عندي واحد الكبيصه ديال الملحه. البنات الزبده غادي نديرو 250 غرام في الكاسرونه، ونخليوها على نار مهيله حتى كتشرب كاع داك الماء اللي فيها. و... وكتولي لنا البنات تقريبا غادي تولي لنا 200 غرام. لهذا دائما البنات دائما كنزيدو زعما شويه ديال الغرامات، ومن غتنشف لنا من الماء غادي تولي. المهم غادي نحتاجو منها 200 غرام. صافي هنا غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نضرب فيه هذا البيض. البنات حتى الطريقه مهمه بزاف بزاف ديال هاد الكيكه، راها ماشي بحال الكيكات الاخرين. غادي نسبقوا البيض والسكر سنيده، وغادي نضربوا شويه ديال الملحه كما قلت لكم، وغادي نضربوهم مزيان مزيان. غادي نطلعوا مورينغ ديال البيض والسكر حتى كيتجانسوا هاد المقادير. غادي نبقاو البنات نضربوا تقريبا واحد بين 7 دقائق حتى ل 10 دقائق. مهم نضربوا مزيان حتى كيمشي لنا هاد الصفر كامل، كتولي لنا بحال الكريمه بيضه. صافي وغادي نحبسوا. ضروري البنات تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه، باش تنجح معكم هذه الكيكه. وكما قلت لكم البنات هذه الكيكه راه كتبقى معك حتى 10 ايام في الثلاجه، ما كيوقع لها حتى شي حاجه، وكتبقى هشيشه ورطبه وكتجي معلكه من الداخل. صراحه البنات غتجيكم واعره، غير جربوها على حسابي. هنايا غادي نغربلو الطحين. ضروري البنات كنغربلو الطحين، غادي نقسمو على 2 قسمات. ضروري الطحين والخميره كيتغربلوا باش ما يبقاوناش فيهم مكورات. وهنايا البنات غادي نبدا من ندير من الجناب، وانا كنجر لداخل يعني من برا لداخل، وغير بشويه باش ما نطيحش المورينغ ديالي. وحتى اللوز غادي نقسمو على 2 دفعات. غادي ندير نص الكميه ديال اللوز. هنا كما قلت لكم البنات اللوز راه ما محمرش، فقط مسحناه مزيان من الغبره اللي فيه وطحنته حتى ولا لي بودر. صافي ودابا غادي نستعملو ان شاء الله في هاد الكيكه. صافي غادي نبدا كما قلت لكم كندخل هكذا اللوز، وغادي ندير نصف الكميه اللي بقات لي ديال الطحين، وغادي نزيد معاها واحد الفاني و2 خمارات حمر. البنات اللي بغات دير 2 ديال الفاني دير، انا فقط درت هنايا وحده كانت كافيه. ولا ديروا الفاني السائل، ولا المهم اللي بغيتو اللي كان متواجد عندكم البنات ديروه. صافي هنايا كملت الكميه ديالي ديال الطحين، وغادي نكمل ديك الكميه ديال اللوز. وغادي نبدا كندخل غير بشويه البنات، ما تزربوش في هذه المرحله باش ما نضيعوش داك المورينغ اللي طلعناه وتجينا الكيكه هابطه. انا كنوصيكم وكنعاود غير بشويه ما تزربوش. صافي غادي نبدا البنات هكذا. وانا كندخل الجناب وكندخل داخل حتى كيولي عندي واحد الخليط متجانس. صافي هنا البنات غادي نحبس. وهنا البنات غادي نزيد هذاك الشوكولات، كيكون شوكولا غيش البنات.
باش تجيكم يعني شوكولا تكون نوعيه جيده، تكون دايزه فيها 75% ديال الكاكاو، باش الكيكه ديالنا البنات تجينا زوينه. ما فيها بس هكذا مره مره نديروا شي حاجه اللي تكون هكذا زوينه، ما فيها بس. هذا ماشي كيك يومي، هذا المهم مره مره وصافي. هنا كما قلت لكم درت 250 غرام ديال الزبده حيوانيه البنات، ماشي زبده ديال المارغرين وماشي زبده ديال البواطه، باش كتعطينا واحد الريحه ما نقول لكمش كيفاش دايره. راه الدار كتقلب بالريحه ديال هاد الكيكه، كتجي زوينه بزاف كاع بزاف. انا درت نصف الكميه ديال الزبده نوازيت، خليتها بقات كطيب على خاطرها حتى تبخر كامل داك الماء اللي فيها، ولات لي داك اللون وكتعطينا واحد المذاق زوين في الكيك. غادي ندخل هاد الكميه كما كتشوفوا غير بشويه. بغيتش نجرب لكم البنات الفيديو باش تفهموا مزيان. ودائما كنقول لكم البنات انا فقط كنبغي نتقاسم معكم داكشي اللي كنعرف، وخصوصا المبتدئات. الصراحه هاد الكيكه كتحمر لك وجهك زعما قدام الضياف، كتجي زوينه بزاف بزاف كاع. سمحوا لي كنكثر عليكم بزاف بزاف، ولكن والله القسم الا كما كنقول لكم في الفيديوهات ديالي زعما الاخرين، غير كنبغي نوصل الفكره. انا هذه هي طريقتي البنات في الهضره، هكذا كنهضر زعما كنهضر الهضره كما كتخرج لي من القلب راه كنقولها. مهم انا هكذا دايره صافي. وهنايا كملت الكميه الاخرى، وهنايا دهنت المول. دهنته خديت شويه من ديك الزبده اللي ذوبت كما قلنا نوازيت، ودهنت المول مزيان مزيان ورشيته بالطحين. صراحه البنات هاد لي مول خطيرين، هادو ديال الالومنيوم واعرين. صافي هنايا عندي البنات 120 غرام ديال القشطه الطريه، غادي نزيد عليها 100 غرام ديال شوكولا غيش. هنايا القشطه الطريه راه سخنتها مزيان حتى غلات، وغادي نزيد عليها هاد الشوكولاط هذا وغادي نخليها واحد شويه وغادي نحركو صافي. غادي تكون دابت. وهنايا عندي تقريبا حتى هنايا عندي 100 غرام ديال اللوز اللي درتو سلقته في الماء وقليته في الزيت وطحنته هكذا ما يوليش بودر، يعني بقى هكذا شويه باين صافي. وغادي نزيدو على داك الشكلاط من بعد ما داب. البنات غير جربوا هاد الكيكه على حسابي، والله راها كتجي زوينه بزاف. صافي البنات هنايا الكيكه من بعد ما خرجت لي من الفران، والبنات راه هنايا كنت كانت زلقات لي الكيكه الصراحه، راه كانت غادي المهم كانت مشات، يمكن كثرت ما شكرت فيها بقيت كنشكر ونعاود عينتها. المهم هذا هو الشكل ديالها. انا ما بغيتهاش تجيني عاليه بزاف بزاف، نتوما الا بغيتو البنات تجيكم عاليه ديروا المول صغير، ما ديروش هكذا كبير. انا بغيتها بهذا القياس هذا. كتعجبني الكيكه اللي كتكون مسقيه، كتعجبني يكون القياس ديالها ما عاليش بزاف. صافي هنا من بعد ما خليتها بردت، شفتوا اللون بعدا اللي كيكون فيها واحد اللون رائع بداك الشوكولات اللي هكذاك قطعناه ودوك اللوز كتجي زوينه بزاف، والزبده نوازات مع كتولي لها كتكون ماغون، كيجي واحد اللون خطير ديالها. وكما قلت لكم الريحه ما نقول لكمش الريحه اللي كتطلق. صافي هنايا فقط بقيت كنغطيها بداك الشوكولات وكنمسح الجوانب. وكانت البنات هذه هي الكيكه ديالنا. نتمنى انها تعجبكم، والصراحه البنات جربوها راه كتجي زوينه بزاف بزاف. هنايا البنات غادي نقطع معكم واحد الطريف. هنا البنات راه العصر كيودن على داكشي، حبست شويه من الهضره وليت زعما كنهضر غير بشويه، يا ربي تسمح لي. وهنايا البنات خديت شويه ديال لاصوص وكتزيديها من الفوق مع داكشي اللي بقى لي ديال لاصوص. الصراحه البنات راه كتجي زوينه بزاف. انا راه قطعتها معكم وهي سخونه، وشوفوا البنات كي كتجي معلكه من الداخل، كتجي واعره واعره، كتجي مهويه وكيجي فيها واحد المذاق زوين بزاف بزاف. صافي البنات هادشي اللي كاين. نتمنى انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وفعلوا جرس التنبيهات و